جدل واسع بالجزائر بعد اللقاء أو لقاء ماكرون بالرئيس الجزائري تبون في مصر بالأحضان والقبلات. وقبلة ماكرون الغريبة على خد تبون تثير ضجة كبيرة في الجزائر وفي الإعلام العربي. وكتبت عدد من الصحف بعنوان عريض: أحضان وقبلات ماكرون لتبون الحميمية تثير عدة شبهات. وفي التفاصيل تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضورهما للقمة أو قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية. اللقاء أثار موجة كبيرة من السخرية بسبب قبلة ماكرون الساخنة في خد الرئيس الجزائري. وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء الرئيسين تبون وماكرون خلال حضورهما قمة المناخ بالجمهورية المصرية، وهو اللقاء الذي أثار موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل، لما فيه من مبالغة كبيرة في العناق والقبلات من طرف الرئيس الفرنسي اتجاه نظيره الجزائري. وبحسب مقطع الفيديو فقد أقدم ماكرون على احتضان تبون بقوة وربط على ظهره قبل أن يقوم باحتضانه مرة أخرى وتقبيله بطريقة عنيفة أثارت اهتمام المغردين. اللقاء أيضا أشعل موجة جدل واسعة لمغردين ربطوا هذه الحميمية من قبل الرئيس الفرنسي تجاه نظيره الجزائري بالنفاق من أجل حاجة بلاده للغاز الجزائري في وقت من المتوقع أن تعاني فيه أوروبا من شتاء قارس في ظل انقطاع الغاز الروسي، في حين أشار البعض إلى العلاقة الخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا والتي لا يمكن تجاوزها مهما علا تبون بشعاراته الفضفاضة. وفي هذا السياق قال أحد المغردين أو غرد أحد المغردين قائلا بأن الجزائر هي فرنسا وفرنسا هي الجزائر، وأن صورة ماكرون وهو يقبل رئيس الجزائر لها دلالاتها ولا يمكن أن تحمل أي تأويل مغاير، ففرنسا ترى الجزائر فقط من بإمكانها إنقاذها. لكن هل سنرى تعليقات تقلل من قيمة ماكرون من الشرذمة حسب زعمه؟ هذا. وعلق أحد المغردين أيضا قائلا: وما الحب إلا للحبيب الأول، هنيئا لتبون لقد خرجوا عن الأعراف الدبلوماسية وخرجوا على السيطرة حسب زعمه. وقال ناشط آخر بأن لقاء السيد والتابع الذي لا هوية ولا لغة له منذ 200 سنة مجرد تابعين لدولة أو للدولة الفرنسية، هويتهم فرنسية، لغتهم فرنسية، الجزائر ولاية فرنسية باختصار حسب زعمه. نشكركم على حسن المتابعة.